خاصة، إلا أن الوضع يتحسن وهذا الذي نتمناه مستقبلا لكرة السلة العراقية. إذن لقاء شيق بالنسبة للستارتنج فايف: نادي عمال نينوى، مصطفى عقيل، غيث ياسر، أكرم محمد، حسين زهير وحمزة حسين. أما الجانب المقابل نفط الشمال: عمار وليد، مؤمل حسين، وأيضا مصطفى فرهاد، محمد حيدر، ليث جندي. الآن بانتظار كرة القفز. نعم، أولى الحيازات عمال نينوى بعد العودة إلى الدوري الممتاز. موصل عربو وطارق الياس، العودة إلى النشاطات السلوية في الدوري الممتاز. كرة ومحاولة التصويب ضاعت على محمد حيدر. أولى التصويبات ضاعت لنادي نفط الشمال، تتحول وتعود من جديد نفط الشمال بالأتاك. محاولات درايف على الباسكت، نقطتين أولى لمصلحة عمار وليد. عمل جيد في هذه الهجمة. الدخول بأجواء اللقاء هو أمر مهم جدا. تقدم لمصلحة نفط الشمال في بداية انطلاقة هذا اللقاء. كرة لحسين زهير، محاولات الصافرة تحضر في هذه اللحظات. الخطأ حاضر على اللاعب عمار وليد، خطأ لمصلحة نادي عمال نينوى. كرة من الحد الجانبي، حمزة حسين، تدوير الكرات من جديد. حمزة العائد إلى منافسات الدوري الممتاز. انقطاع أيضا طويل لهذا اللاعب، لديه تاريخ جيد في كرة السلة العراقية. كرة تتحول، ليث جندي، محاولات الدخول، ضاعت الكرة. نايس درايف لكنها لم تكتمل للاعب القادم من محافظة واسط. الكرة تتحول من جديد على التارجت، حسين زهير، محاولات، ضاعت الكرة. جود بوكس اوت. ريباوند من ليث جندي، اعطاء الكرة وتسليمها الى مؤمل. من جديد محاولات درايف على البيس لاين، التحولات الهجومية. نفط الشمال ضاعت التو بوينت، كانت محاولة من الميد رينج من اللاعب مؤمل. تضيع الكرة، تتحول من جديد لعمال نينوى. محاولة والصافرة تحضر، ووكينج مشي بالكرة، مخالفة، تيرن اوفر. تتحول الكرة مباشرة إلى نفط الشمال. تدوير الكرات الآن نفط الشمال. محاولة من الداون تاون، التصويب، ضاعت الكرة لكن ينقض من جديد ليث جندي بالريباوند إلى مؤمل بالبادي كونتاكت. كرة ضاعت، ريباوند عمال نينوى. محاولات حمزة حسين في صناعة اللعب. حمزة يمكن أن يدخل عمال نينوى في أجواء هذا اللقاء في هذه الهجمة. محاولات، ضاعت الكرة أيضا. تتحول لنفط الشمال. الأنشط جدا لكن يفتقد إلى الفينش. هذه المعاناة بالنسبة لنفط الشمال في هذا اللقاء إلى غاية الآن. كرة ومحاولة التصويب على 3 بوينت، ضاعت تصويبة بدون أي عنوان. ثاني الفرص، درايف بالباسكت، محاولات ضاعت. بلوك شوت ولا أروع من مصطفى عقيل، يدافع بطريقة جميلة. كرة تتحول وتخرج. عمال نينوى حيازة الكرة عندهم حاليا. نادي عمال نينوى تحت قيادة الكوتش فواز فاضل، تاريخ جيد لهذا المدرب، أعطى الكثير لكرة السلة في الموصل. يكفي أنه في يوم من الأيام صنع اللاعب نورس ضرار. أكيد فواز فاضل هو اسم كبير أيضا في عالم كرة السلة. شاهد الدفاعات الجيدة من نفط الشمال، القتال على هذه الهجمة. آخر الثواني، محاولات قطع الكرة. مؤمل درايف، نايس فيك بالانسايد، يحاول، ضاعت الكرة. كانت جميلة والله، كانت جميلة جدا من مؤمل، لكن الدفاعات من عمال نينوى قطعت الكرة. تتحول لحمزة من جديد، التصويب على 3 بوينت، ضاعت. احتار رميات كثيرة جدا على مستوى المسافة البعيدة. إلى غاية الآن سكور فقير جدا في هذا اللقاء. مباراة دوري ممتاز يجب أن يكون السكور أعلى. ليث جندي، محاولات بالإنسايد، ضاعت الكرة، لكن هناك خطأ ورميتين حرة لمحمد حيدر.
راح نشاهد محمد حيدر على خط الرميات الحرة. إذن مثل ما تحدثت رميتين تصويبات لمصلحة محمد حيدر. ست دقائق 24 ثانية متبقي على انتهاء زمن الفترة الأولى. إذن بانتظار التنفيذ محمد حيدر، الرمية الثانية بنجاح، أضاع الأولى وسجل الثانية. 3-0 النتيجة، يبقى السكور فقير جدا. يجب أن تكون هناك صحوة من الفريقين. حمزة محمد، سكرين من حسين زهير، بيك اند رول. حمزة يحاول، يتعرض لضغط دفاعي قوي جدا، لكن اوبن شوت التصويب على 3 بوينت ضاعت. خطأ واضح جدا في هذه اللحظات، خطأ لمصلحة نادي نفط الشمال. شاهدنا لاعب نادي عمان نينوى اللاعب أكرم محمد أضاع الكرة الماضية. 0 من 5 من المسافة البعيدة بالنسبة لفريق عمال نينوى. شاهد أيضا نادي العمال بالزون ديفنس، دفاع المنطقة، محاولة ضاعت. مصطفى عقيل بالريباوند، لونج باس، فاست بريك ممكن، بلوك شوت رائع جدا. أكرم يتعرض لبلوك شوت مثالي في اللقطة الماضية. واضح أمامنا بالصورة أكرم، لقطة رائعة جدا. ليث جندي يتحدث مع الزملاء، يطلب الهدوء. كرة من الحد النهائي، شاهد على الإعادة، بلوك رائع جدا. حلوة لنادي نفط الشمال هذا الدفاع الرائع. أكرم، محاولات للتعويض. حمزة يحاول، حمزة حسين بالدرايف على الباسكت، سكوب لاي اب ضاعت. ثاني الفرص، كرة حارت بين الفريقين. مصطفى عقيل أضاع الكرة بغرابة شديدة. تتحول فاست بريك من جديد، محاولات التصويب على 3 بوينت ضاعت أيضا. مصطفى بالريباوند الدفاعي. هجوم لعمان نينوى. كوتش فواز محتاج تايم اوت يا كوتش في هذه اللحظات، سننتظر هذه الهجمة. حمزة درايف على الباسكت، اند كيك. حسين زهير التصويب على 3 بوينت ضاعت. 0 من 7 على المسافة البعيدة، نسب غير جيدة للفريقين. نايس سبين، لم تكتمل هذه اللقطة. بالتكملة بوت باك أيضا ضاعت على فريق نفط الشمال. ضاعت على اللاعب مصطفى فرهاد. تتحول لحمزة، نقل الكرات. أكرم إلى حمزة من جديد، التصويب على 3 بوينت ان اوت، لم تكتمل يا حمزة. تتحول محمد حيدر، محمد درايف يحاول، صفرة تحضر، خطأ ورميتين حرة في هذه اللحظات. شاهد مصطفى عقيل مستغرب من القرار، هل كانت الكرة كلين؟ هل كان هو بلوك شوت طبيعي؟ هذا مصطفى عقيل واضح امامك بالصورة. تجارب عديدة لهذا اللاعب. أربع دقائق و14 ثانية متبقية. محمد حيدر بنجاح يسجل الرمية الأولى، اللاعب القادم من محافظة ذي قار. أيضا تجارب سابقة لمحمد في نادي التضامن، مع نادي الناصرية أيضا كان متواجد. إذن 2 من 4 لمصلحة محمد حيدر على خط الرميات الحرة، 50% النسبة. كرة لعمان نينوى والآن من أجل التعويض. حمزة محمد، حمزة إلى حسين زهير، إلى حمزة من جديد لاعب البوينت جارد. حمزة إلى حسين زهير، درايف من جديد. شاهد الدفاع الرائع جدا من نفط الشمال، يجبر لاعبي عمان نينوى على ارتكاب الخطأ. خطأ لمصلحة لاعب نادي نفط الشمال عمار وليد. شاهد الإشارة من هذا اللاعب، يطالب بخطأ متعمد. أعتقد أن الوضعية كانت نورمال فاول على العموم.
مصطفى فرهاد حاليا في صناعة اللعب. نفط الشمال العائد إلى الدوري الممتاز بعد إحرازه لقب بطولة دوري الدرجة الأولى. كرة ومحاولة بالإنسايد، ضاعت الكرة. تيرن اوفر بالجملة بارتكاب من الفريقين. مستحيل أن يبقى اللعب بهذه الطريقة. أيضا نشاهد تبديل ودخول اللاعب إبراهيم محمد علي في صفوف نادي عمان نينوى. كرة لعمال، محاولات درايف على الباسكت، ضاعت الكرة، غير محظوظ نادي عمال نينوى منذ بداية انطلاقة هذا اللقاء. كرة لنفط الشمال، محاولات 2 بوينت رائعة جدا بإمضاء من عمار وليد. الأنشط إلى غاية الآن. حلوة يا عمار، نقطتين سريعة جدا. 7-0 ران هي النتيجة أحبة المتابعين والمشاهدين. 3 دقائق و18 ثانية متبقية مع وجود تايم اوت وقت مستقطع في هذه اللحظات. عودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين. نفط الشمال يتقدم على أرضه وبين جماهيره. عمان نينوى بدون أي نقاط إلى غاية الآن. تايم اوت كان حاضر من الكوتش فواز فاضل، محاولة لتدارك الأمور. الوضعية غير طبيعية إلى غاية الآن. أكيد هي أول مباراة في هذه المجموعة. أيضا عمان نينوى غير مستقر إلى غاية الآن. شاهد هذا البديل الحاضر أيضا أحمد جمعة، لاعب القادم من محافظة بابل. أيضا مسيرة جيدة يمتلك هذا اللاعب منذ نعومة أظافره. يلعب في منتخب تربية بابل، أكيد محافظة أو مدينة الحلة ولادة بالنجوم واللاعبين. نعود لأجواء هذا اللقاء. محاولات فرهاد، التصويب 3 بوينت رائعة جدا، رائعة من هذا اللاعب الواضح أمامنا بالصورة. و3 نقاط تقدم أكثر وأكثر. مصطفى فرهاد يعطي التقدم. شاهد ضغط دفاعي رهيب جدا من نفط الشمال يجبر فريق عمال نينوى على ارتكاب خطأ أو خسارة الكرة، لكن تبقى الحيازة مع عمال نينوى. حمزة محمد، حمزة درايف على البيس لاين، نايس اسيست لكنها لم تكتمل. الفاست بريك، الانشط، محاولات نفط الشمال، ضاعت الكرة، ضاعت على فريق نفط الشمال. تتحول عمال نينوى. حمزة محمد، ممكن درايف اند كيك. احمد جمعة تتحول، التصويب على 3 بوينت ان ان اوت، ضاعت، غير محظوظ مثل ما تحدثت نادي عمان نينوى. التصويب ايضا هذه تضيع. تتحول مصطفى فرهاد، مصطفى تهدئة الاوضاع. نعم فيري سمارت، ذكي جدا هذا اللاعب، تهدئة الاوضاع، نقل الكرات. عمار وليد، عمار التصويب على 3 بوينت، ضاعت على فريق نفط الشمال. ضاعت تصويب اللاعب نجاح نوري. ايضا نجاح من الاسماء الجيدة اللي استقطبها المدرب الكوتش عمر خليل بالنسبة لفريق نفط الشمال. إذن يذهب إلى مقاعد البدلاء حاليا لاعب نادي عمال نينوى أكرم يخرج. كرة من أجل التعويض.
دفاع راقي جدا وتحول هجومي مثالي، استغلال الهجمة. مؤمل يحاول، ضاعت الكرة. شاهد القتال أسفل السلة. ليث جندي، ليث يؤمن الريباوند. ليث بالمهارة يحاول يكسب الخطأ. حلو يا ليث. ليث جندي لعب مع الفريق في مباريات دوري الدرجة الأولى، كان من ضمن اللاعبين التوب في الفريق. هذا الواضح أمامك الصورة. 26 عام، متر و98 سنتيم طول هذا اللاعب. لاعب نادي تضامن النجفي سابقا، أيضا لاعب لموسم مع نادي السماوة، لعب أيضا لنادي سولاف الجديد في دوري إقليم كردستان، وحاليا متواجد مع الكوتش عمر خليل بالنسبة لتشكيلة فريق نفط الشمال. 11-0 النتيجة. أحبة المتابعين والمشاهدين، ماذا يحدث في هذا اللقاء؟ وان سايد جيم وخطأ أول لمصلحة اللاعب، واضح أمامنا بالصورة. أكرم يعود للتشكيل حاليا، يحصل على رميتين حرة، ممكن واحد من اثنين على خط رميات الحرة تعطي السكور الأول للفريق في منافسات دوري المحترفين. شاهد حركة جميلة جدا تسمى بينو ستيب، خدع اللاعب المقابل وكسب الخطأ. رميتين لأكرم بنجاح يسجل. آخر الثواني من عمر وأحداث الفترة الأولى. كرة لمؤمل بالإنسايد على اللو بوست. محمد حيدر، مؤمل من الداون تاون، تصويب. أين البوكس أوت؟ نعم، لكنها تعود لنفط الشمال. كرة بالإنسايد، محمد حيدر يحاول، لكن هناك دفاعات قوية جدا من نادي عمال نينوى. كرة ومحاولة جديدة، تبقى الحيازة لمصلحة نادي عمال نينوى. أيضا دخول للاعب عبيدة سامي قادم من محافظة بغداد. كرة من الحد الجانبي، عبيدة إلى أحمد جمعة. آخر الثواني، ممكن يا أحمد ممكن تأخذ تصويب على 3 بوينت. شاهد يناظر ويتابع الساعة. أحمد جمعة، أحمد ممكن على 3 بوينت. حلوة يا أحمد، ثلاثية ولا أروع ولا أجمل من النجم القادم من محافظة بابل، يعطي تقليص الفارق أكثر وأكثر لمصلحة عمان نينوى. ولكن نفط الشمال 11 عمان نينوى 4. هذه نتيجة الفترة الأولى. استراحة قصيرة أحبة المتابعين والمشاهدين، ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا، تكرموا بالبقاء معنا.
مرحبا بكم من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين. تكملة أحداث هذا اللقاء. الفترة الأولى 11-4 لمصلحة نفط الشمال، صحوة جيدة في نهاية الفترة الأولى بالنسبة لعمان نينوى بثلاثية من أحمد جمعة. أيقظت نادي عمان نينوى من أجل التعويض بنتيجة هذا اللقاء. كرة ومحاولة، حسين زهير إلى أحمد، التصويب على 3 بوينت، ضاعت الكرة، ضاعت من لاعب نادي عمان نينوى اللاعب عبيدة سامي. كرة ضاعت، هذا أيضا واضح أمامنا بالصورة. إبراهيم محمد علي، مصطفى فرهاد حاليا بالصناعة الهجومية والقيادة، تدوير الكرات. مصطفى فرهاد من جديد إلى عمار وليد، إلى مصطفى، كرة على الآرك، محمد حيدر، ممكن التصويب، درايف على الباسكت، ضاعت الكرة، ريباوند من اللاعب المبدع إبراهيم محمد. تتحول هجوميا عمان نينوى، العودة للأضواء إلى الدوري الممتاز بعد انقطاع كبير جدا، تاريخ كبير لكرة السلة في محافظة الموصل. أكيد قيادة تدريبية حاليا مع الكوتش فواز فاضل، وأيضا يساعده أستاذ محمد منيب الجبوري، أكيد مساعد مدرب يحمل شهادة ماجستير بالتربية البدنية وعلوم الرياضة. إذن أيضا الكابتن محمد منيب هو اسم قادم في عالم التدريب بالنسبة لكرة السلة هناك في الموصل. كرة ومحاولة من المبدع، التصويب ما يرحم أبدا على 3 بوينت، حلوة للاعب نادي نفط الشمال عمار وليد. المود جيد عند هذا اللاعب، داخل بالأجواء، ليفل جيد يقدمه إن اللاعب عمار وليد. 14-4 النتيجة. كرة ومحاولة، التصويب ضاعت، كرة كانت من أجل الرد وتصويبه من لاعب نادي عمان نينوى لاعب مؤمل حسين. هذه الثلاثية، نعم ثلاثية عمار وليد تدخل في سلة عمان نينوى. لاعب يتمركز بشكل جيد. كرة ومحاولة، شاهد نايس اسيست، اوبن شات مصطفى فرهاد، ضاعت الكرة لكن شاهد الاسيست قبل التصويبة. رؤية كبيرة جدا يمتلكها اللاعب ليث جندي. كرة تتحول، محاولات بالسكوب لاياب، ضاعت. جود بوكس اوت، ليث جندي متواجد في كل مكان وفي كل زمان. ليث درايف، محاولات، ضاعت ال2 بوينت. مباراة أصبحت سريعة جدا. محمد حيدر ممكن التعويض، بوت باك رائعة جدا. محمد حيدر أيضا يتمركز بشكل جيد أسفل السلة، نقطتين لهذا اللاعب، أعتقد هو سجل أيضا من الرميات الحرة. كرة تعود، محاولات، أكرم يحاول، ضاعت. دائما ما يختار لاعبو نادي عمان نينوى والطريق الصعب للتسجيل، ممكن أن يكون هناك تنويع من أجل الفينش. محاولات، أيضا أشاهد اللاعب عبيدة عامر، عبيدة اللاعب اللي يحمل الرقم 10. تحدثت قبل قليل عن عبيدة سامي وقلت هو قادم من محافظة بغداد، أكيد أنا عندي خطأ بهذه المعلومة أو لم أنتبه. عبيدة عامر أكيد لاعب اللي يحمل الرقم 10 وقادم من محافظة بغداد في صفوف نادي نفط الشمال. عبيدة عامر أكيد مدرب الأساسي اللي له فضل على هذا اللاعب الكوتش مضر صانع النجوم هنا في بغداد. أيضا شاهد حديث حكم اللقاء مع الكوتش فواز فاضل، شاهد أيضا الكوتش عمر خليل، عرفناه كلاعبا والآن مدربا، أكيد عمل جيد يقدمه هذا المدرب الشاب. تحدث ويوجه اللاعبين. الآن نريد أن نذهب إلى الوان سايد جيم. كرة ومحاولة، درايف اند كيك، التصويب مصطفى فرهاد، ضاعت على 3 بوينت. تبقى الحيازة لمحمد حيدر، محاولات ضاعت أيضا. ريباوند إبراهيم، نقل الكرات حسين زهير. حسين لديك الكثير ممكن أن تقدمه في هذا اللقاء، أيضا على 3 بوينت. شاهد القتال على الريباوند بالإنسايد، ايزي باسكت بإمضاء من إبراهيم محمد علي، تمركز بشكل رائع جدا هذا اللاعب إبراهيم محمد علي، لاعب السنتر في تشكيلة عمان نينوى.
16-6 فارق 10 نقاط. شاهد هذه التاتش باس، نقلات ولا اروع، نايس فيك، ستيب باك، تصويب، ضاعت الكرة لم تكتمل من عمار وليد. عمار افضل مسجلي هذا اللقاء، تتحول الكرة حسين زهير، حسين بالبادي كونتاكت، يحاول لاعب نادي الشرطة سابقا يسجل بنجاح، وايضا هو لاعب منتخبنا لفئة الشباب عام 2015 الواضح امامنا بالصورة. اول 2 بوينت لحسين زهير القادم من القيثارة. تقليص الفارق عبيدة عامر، نقل الكرات الآن مصطفى إلى عمار. شاهد الكات أوبن شات، تصويب، ضاعت الكرة. شاهد بالإنسايد عبيدة أسفل السلة، ضاعت الكرة، تتحول حمزة، ممكن أسيست بالإنسايد، فاست بريك مثالي جدا، ونقطة تسجل لمصلحة اللاعب أكرم محمد. ويا أكرم نقطتين رائعة جدا. 16-10 النتيجة. اقتربنا من انتصاف الشوط الأول. كرة ومحاولة أيضا على 3 بوينت. صافرة تحضر انتقال الحيازة لمصلحة نادي عمان نينوى. إذن 16-10 النتيجة. أحبة المتابعين والمشاهدين، بدأ فريق عمان نينوى يدخل بأجواء اللقاء، ممكن عن طريق تدوير الكرة، الاعتماد أيضا بالإنسايد. ضروري جدا التنويع أحبة المتابعين والمشاهدين من أجل الدخول بأجواء اللقاء. أيضا الإصرار على 3 بوينت ممكن أن يولد الأخطاء، خاصة أنه أنت ما عندك لاعب شوتنج جارد على مستوى عالي، لكن ممكن حسين زهير يحل لك هذه المشكلة. حسين زهير يحصل على الخطأ، خطأ لمصلحة حسين زهير الموسوي، هذا الواضح أمامنا بالصورة. نقطتين سابقة سجلها في الهجمة الماضية، الآن يحصل على رميتين حر. حلو يا حسين. شاهد هذه اللقطة الأخيرة، حسين يربح الخطأ من اللاعب نجاح نوري. حاول أيضا اللاعب ليث أن يعمل البلوك، على العموم ضاعت الأولى. ممكن التعويض يا حسين، أولى المباريات لهذا اللاعب ولفريقه ولهذه المجموعة بشكل كامل. 16-11، لكن نفط الشمال ممكن أن يرد في أي لحظة، لكن شاهد الصحوة الدفاعية لاعب نادي عمان نينوى، لاعب أكرم، يدافع بطريقة جيدة جدا هذا اللاعب. أيضا شاهدنا صحوة جيدة للاعبي عمان نينوى. إذن 16-11 النتيجة أحبة المتابعين والمشاهدين. 4 دقائق و52 ثانية متبقية مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات. نعود من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين. انقضاء زمن الوقت المستقطع، ماذا تحدث عمر خليل مع اللاعبين؟ شاهدنا صحوة جيدة لعمان نينوى في هذه اللحظات. ممكن أكرم على 3 بوينت، أعتقد استعجل بها هذه التصويبة، كان ممكن تدوير الكرة أكثر وأكثر من أجل إيجاد ثغرة في دفاعات نفط الشمال. شاهد محمد حيدر، محاولات، ضاعت الكرة من جديد، يحاول، كان يبحث عن خطأ لاعب محمد حيدر. على العموم تتحول كرة إلى أكرم، محاولات بالإنسايد، حسين زهير نايس فيك، يحاول، ضاعت النقطتين من جديد، أيضا ضاعت ثالث الفرص. كرة تستقر مع لاعبي عمال نينوى. هجمة ب7 أرواح، حمزة محمد، حمزة درايف أند كيك،
تدوير الكرات أكرم ممكن بالجامب شوت، نقطتين رائعة جدا، اون فاير في هذه اللحظات لاعب نادي عمال نينوى. لاعب أكرم محمد 16-13، هيوج كامباك لمصلحة لاعبي عمال نينوى، عودة قوية جدا. شاهد دفاع زون ديفنس، محاولات من ليث حاليا لكسر هذا الدفاع. آخر الثواني يجب التصويب، مصطفى فرهاد ممكن من الداون تاون، ضاعت كرة تبقى لمصلحة ليث جندي، ليث جامب شات أيضا ضاعت. الريباوند حسين زهير إلى حمزة، عمان نينوى اون فاير، محاولة 2 بوينت ناجحة جدا، تقليص الفارق لمصلحة فريق عمان نينوى بإمضاء من اللاعب عبيدة سامي. عبيدة سامي أيضا شاهدنا بالفاست بريك تحولات هجومية جيدة لهذا اللاعب، فارق نصف سلة. شاهد تيرن اوفر جديد، مجرد لمس الكرة سيكون هناك تيرن اوفر، نعم. باك زون فايوليشن، مخالفة ارجاع الكرة حاليا، ونفط الشمال تائه في هذه اللحظات. نجاح نوري اكيد الحديث مع المدرب على اللقطة الأخيرة، هو أعطى الأسيست وعمل الكات، لكن لا وجود للتفاهم والتناغم باللقطة الماضية. كرة من الحد النهائي، حمزة محمد لاعب الخبرة بالقيادة الهجومية. حمزة يحاول من جديد التصويب على 3 بوينت، باك تو باك شوتينج من الكورنر بدون أي رحمة. أحمد جمعة ماركة مسجلة في هذه المكانات، أكيد عنده مسيرة جيدة هذا اللاعب، تحدثت دائما ما ياخذ فرص جيدة في مكانات معينة في ساحة اللعب. حلوة يا أحمد، بالخبرة يلعب هذا اللاعب، طول فترة إعداد الفريق أكيد تؤثر على المستوى، لكن أحمد جمعة حاضر في هذا اللقاء، 6 نقاط من ثلاثيتين. كرة لعمان نينوى، يعود للتقدم الآن أبناء الكوتش فواز فاضل. ولع اللقاء، دقيقتين 12 ثانية متبقية أحبتي المتابعين والمشاهدين. أيضا مباريات أخرى في هذه المجموعة بعد هذا اللقاء، سابيس مع زاخو، مباراة نار وشرار. أيضا اللقاء الأخير الدفاع الجوي حامل اللقب مع غاز الشمال. هذه بالنسبة لمباريات هذا اليوم. كرة محاولة من حمزة، كرة ايربول، آخر الثواني ممكن التصويب، يتجدد زمن الهجمة، محاولة ضاعت أيضا، ضاعت الكرة على فريق عمان نينوى. 18-16، آخر دقيقة و57 ثانية. ليث جندي واضح أمامك بالصورة حبيبي المتابع والمشاهد، نعم. شاهد أيضا تبديل في تشكيلة عمال نينوى، عفوا نفط الشمال، دخول اللاعب مهيمن علي. كرة بالإنسايد، محاولات محمد حيدر إلى عمار بالفلوتر، ضاعت، تبقى الكرة لكنها أيضا تتحول لمصلحة عمال نينوى. أيضا دخول اللاعب رقم 2 في نفط الشمال مهيمن علي. ابتسامة أحمد جمعة، نعم لاعب يلعب بالخبرة. حلوة يا أحمد، دائما ما نشيد باللاعب اللي يقدم مستوى طيب. كرة بالإنسايد، نقطتين ناجحة جدا، أسيست ولا أروع. باللقطة الماضية محمد حيدر عفوا يسجل نقطتين، أيضا لاعب نشط جدا محمد حيدر. كرة بالإنسايد، أكرم سبين موف فيد اواي شوت، ضاعت على أكرم، تتحول. آخر دقيقة ليث جندي، ليث مهم أن تسجل يا ليث، محاولات نقطتين رائعة جدا، كات ولا أروع على الباسكت. يعود التقدم نفط الشمال 20-18، آخر الثواني. حمزة صناعة اللعب إلى أحمد جمعة من الكورنر، أكرم يسجل بنجاح نقطتين أو عفوا 3 بوينت رائعة جدا للاعب أكرم محمد، أيضا أون فاير، 7 نقاط وثلاثية أولى لهذا اللاعب. من جديد عمان نينوى يتقدم، كرة من أجل الرد، عمار إلى مهيمن، ممكن من الداون تاون تصويب، كرة ضاعت. حمزة محمد، آخر ثواني هذه الفترة، محاولات
2 بوينت بالريفيرس. قبل ذلك يورو ستيب ولا أروع، خدع اللاعب المدافع وسجل نقطتين. عمان نينوى يقلب الطاولة الآن على نفط الشمال، كرة لمهيمن يحاول أيضا، ضاعت. جود بوكس أوت، محاولات حمزة محمد من منتصف الملعب، ضاعت الكرة. فتحت الصافرة لتنهي أحداث الشوط الأول بفترتيه الأولى والثانية بتقدم عمان نينوى. أكيد عمان نينوى 23 نقطة، نفط الشمال 20 نقطة. استراحة قصيرة أحبة المتابعين والمشاهدين، ومن بعدها راح نعاود لتكملة أحداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد.
الو، حاول تسمعني؟
مرحبا بكم من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. نعود إليكم من جديد وتكملة أحداث هذا اللقاء. عمال نينوى يغلب الطاولة على فريق نفط الشمال بعد أن كان نفط الشمال متقدما، لكن شاهدنا كامباك رائعة جدا من أبناء الكوتش فواز فاضل. أكيد محاولة أولى حاليا، حسين زهير يعطي الأمل أكثر وأكثر لفريقه، فريق عمان نينوى بدرايف رائع جدا ويتحصل على الخطأ، رميتين حرة. تحدثت في بداية هذا اللقاء أن عمال نينوى محتاجين فقط الدخول بالأجواء. فترة الإعداد كانت قصيرة جدا لجميع الفرق المشاركة في الدوري العراقي للمحترفين بكرة السلة لهذا الموسم. أولى الرميات ضاعت. عرض لك يا حسين. شاهدنا تميز أيضا من أكرم محمد لاعب نادي عمان نينوى، أيضا أحمد جمعة أعطى الأفضلية لفريقه. الرمية الثانية أيضا ضاعت. ريباوند لمصلحة نفط الشمال، مصطفى رائد أعطى الكرة إلى مهيمن، إلى مؤمل. مهيمن من جديد، مهيمن درايف على الباسكت يحاول، ضاعت النقطتين، ضاعت على اللاعب مهيمن علي. تتحول أحمد جمعة بالبادي كونتاكت، لكن الصافرة حاضرة، خطأ هجومي اوفنسيف فاول بإشارة من حكم اللقاء. أحمد جمعة يعترض. دير بالك يا أحمد لكي لا تتعرض للتكنيكال فاول، للخطأ الفني. إذن جود كول لحكم اللقاء. شاهد على الإعادة. خطأ كان لمصلحة مؤمل. كرة تعود، التصويب على 3 بوينت ضاعت. ريباوند من إبراهيم محمد علي. شاهد خطأ أيضا بارتكاب من محمد حيدر. هذا البادي كونتاكت الأخير، خطأ لمصلحة حمزة. بالقيادة الهجومية حمزة محمد، إعطاء الكرة لحسين زهير. عمال نينوى أنشط حاليا. أكرم إلى حمزة، ياخذ السكرين. حمزة محمد إلى أحمد جمعة، التصويب على 3 بوينت، ضاعت الكرة لكن الريباوند من إبراهيم بالإنسايد. 2 بوينت، لاعب الارتكاز يعطي الأفضلية لفريق عمان نينوى في هذه الهجمة. صعدنا لفارق ال5 نقاط. كرة ومحاولة جديدة. عمار وليد إلى مهيمن، درايف على الباسكت، ايزي باسكت، ضاعت على مهيمن. كرة تعود. حمزة بالفاست بريك، ممكن عمال نينوى. حسين زهير التصويب 3 بوينت قصيرة ضاعت، لم تكتمل، وتنتقل الحيازة لمصلحة نفط الشمال. 20-25. المباراة أصبحت سريعة جدا، لكن أتمنى أن لا يؤثر عامل اللياقة البدنية على مستوى الفريقين. كرة تعود. مؤمل بالإنسايد، محمد حيدر 2 بوينت جامب، ولا أروع باللقطة الماضية. الأسيست من مؤمل والتسجيل من حصة محمد حيدر. كرة جميلة جدا بالإنسايد، تقليص الفارق. كرة ومحاولة جديدة. حمزة يحاول يحصل على الخطأ، نو سكور أكيد. خطأ لمصلحة حمزة محمد، هذا الواضح أمامنا بالصورة. رميتين حرة. كرة السلة في محافظة الموصل، أكيد تاريخ كبير. بدأت ممارسة هذه اللعبة في مدارس المدينة بالتحديد عام 1932. بارزت الموصل كمنبع أكيد للنجوم، أبرز لاعبيها أكيد أمثال طارق الياس. كل التحية والتقدير للكابتن طارق الياس، أكيد مدرب كرة السلة أيضا معروف، وأيضا الساحر النحيل محمد عربو، قائد صناعة اللعب بالنسبة للمنتخب العراقي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.
هذه بالنسبة لكرة السلة هناك في محافظة نينوى. نعود لأجواء هذا اللقاء. حمزة محمد نايس اسيست بالانسايد. مصطفى عقيل اوف بالانس باللقطة الماضية بدون اي توازن، اضاع النقطتين. تتحول لمصلحة نفط الشمال. محمد حيدر نشط جدا هذا اللاعب، يحاول بالسكوب لياب، لكن مصطفى عقيل بالمرصاد بالريباوند الدفاعي. لكن من جديد تيرن اوفر، كرة تتحول، محاولات، ضاعت ايضا التو بوينت. محمد يقاتل وحيدا هذا اللاعب. شاهد تستقر الكرة مع نفط الشمال بالهجوم. محمد حيدر للكورنر على التارجت، ضاعت التو بوينت، لكن التكملة من المتمركز اسفل السلة عمار وليد. اون فاير هذا اللاعب، يتقدم من جديد، أو عفوا يقلص الفارق نفط الشمال، فارق نصف سلة. حمزة محمد على اللو بوست، اكرم نايس سبين بالانسايد، قطعة الكرة. محمد حيدر الرن على الساحة الأمامية، يحصل على الخطأ، فرصة الآند وان أيضا يتحصل عليه هذا اللاعب. نقطتين ناجحة. محمد حيدر مستوى وأداء راقي جدا. حمزة الخبرة يرتكب الخطأ. راح نشاهد محمد حيدر على خط الرميات الحرة برمية إضافية. ثالث الفترات، 4 نقاط. محمد حيدر ضاعت الرمية الحرة، تتحول لفريق عمال نينوى. حسين زهير، حسين إلى أحمد، تاتش باس، نقل الكرات إلى حمزة آخر الثواني. أحمد جمعة درايف ممكن بالفلوتر، كيك ذا بول أوت. حسين زهير التصويب، ضاعت الكرة، ضاعت على اللاعب حسين زهير. تبقى الحيازة عمال نينوى بالانسايد بالخبرة. أحمد جمعة، حلوة يا أحمد، نقطتين سريعة جدا. يعود التقدم لمصلحة فريق عمان نينوى. كرة تتحول نفط الشمال. مهيمن اسيست لا على التعيين، غياب التفاهم باللقطة الماضية. هذا الواضح أمامنا بالصورة. مهيمن علي لاعب كان أكيد مهاجر إلى كندا، لاعب مدرسة فانكوفر، أيضا هو تواجد مع فريق دجلة الجامعة بالموسم الماضي لاعبا في الدوري المصاحب. إذن أسماء شابة جديدة في دورينا لهذا الموسم. شاهد بالإنسايد، أسيست ولا أروع. باللقطة الماضية لم تكتمل. مصطفى عقيل أضاع اللقطة الماضية. مصطفى كان ممكن تفنش الكرة بالدانك وتخلص من كل هذه الأمور. كرة لأحمد جمعة، أو عفوا هذا حمزة. حمزة يحاول أيضا لا على التعيين. تيرن اوفر. حمزة محمد أكيد محطات جيدة لهذا اللاعب، كان متواجد أيضا مع نادي الكهرباء في المواسم السابقة. كرة تعود. عمار وليد درايف على الباسكت، ضاعت الكرة. ثاني الفرص. مهيمن بالانسايد. محمد يهدئ الأوضاع، نقل الكرات من جديد. نفط الشمال، ضاعت الكرة، ضاعت، تتحول عمال نينوى. أحمد بالخبرة يحاول 2 بوينت ايزي باسكت بالنسبة لهذا اللاعب. تحدثت الخبرة هي الفيصل في هذا اللقاء. 29-26، انتصاف الفترة الثالثة الآن أحبة المتابعين والمشاهدين. عمار يحاول إلى محمد، ممكن على 3 بوينت، ضاعت، تتحول. عمال نينوى أنشط في هذه اللحظات. محاولة درايف، سكوب لياب، نقطتين اون فاير. أحمد جمعة الاسم الأبرز إلى غاية الآن في هذا اللقاء. وصلنا للنقطة رقم 31. شاهد 5 بوينت منها ثلاثية وارتكب خطأ. هذه الإحصاءات بالنسبة لأحمد جمعة. كرة من أجل الرد، محاولات. مصطفى رائد إلى مهيمن، يحاول بالإنسايد. محمد نايس فيك 2 بوينت، كلاكيت ثاني مرة بإمضاء من محمد حيدر، أيضا بنفس السلاح بالإنسايد، يحصل على فرصة الآند وان. شاهد السيست المثالي جدا، وبالريفيرس يفنش الكرة الماضية محمد حيدر. أداء جيد للقادم من محافظة ذي قار.
أكيد عدة مدربين قادوا محمد حيدر، أتذكر منهم مدرب القدير محمد جبار. تحدثت أيضا عن محطات هذا اللاعب. مدينة الناصرية ولادة بالنجوم، أكيد علي طالب، المرحوم منذر علي شناوة، أسماء كبيرة من هذه المحافظة الغائبة عن هذا الموسم. بالنسبة للمشاركات على مستوى الدوري، كرة بالإنسايد، مهيمن علي، درايف، محاولة ضاعت، تبقى الحيازة لمصلحة فريق نفط الشمال. عمان نينوى والاعتراض على القرار السابق، ممكن العودة لتقنية IRS. سننتظر ما هو القرار التحكيمي بالنسبة للحالة السابقة. فواز فاضل يطلب الهدوء، شاهد يتكلم مع حكم اللقاء على اللقطة الماضية. طاقم تدريبي أيضا مع الكوتش فواز فاضل، مساعد المدرب محمد منيب، ماجستير تربية بدنية وعلوم الرياضة، تدريسي في الإعدادية الرياضية. دي بالنسبة للستاف الموجود مع فواز فاضل في هذا الموسم. حكم يذهب لمشاهدة الحالة الأخيرة بتقنية IRS على من كانت اللمسة الأخيرة. أيضا نادي نفط الشمال لو نتحدث عنه، تأسيس في كركوك عام 1977، لكن أكيد هناك نادي سابق بمسمى آخر كان متواجد، نادي واحد حزيران. أبرز المحطات لهذا الفريق اللي هو جزء من مؤسسة نفط الشمال في كركوك. الإنجازات الحديثة، توج بطلا لدور الدرجة الأولى موسم 24-25. أيضا عاد الفريق للدوري الممتاز بعد التتويج باللقب، متغلبا على أندية مثل نفط ميساند، هوك، عاليات الشرطة واليغض. هذه المسيرة لهذا الفريق. هذه اللقطة الماضية، مهيمن حاول بالدرايف، اللمسة الأخيرة هل كانت على لاعبي عمان نينوى؟ نعم، حيازة لمصلحة نفط الشمال. مهيمن بالإنسايد، انتهاء زمن الهجمة في هذه اللحظات. 24 second violation على نفط الشمال. 31-28، عمان نينوى يتقدم. هناك فرصة للتعويض بالنسبة لهذا الفريق. لا زال الوقت مبكر جدا للحكم على نتيجة هذا اللقاء. أحمد جمعة بالقيادة الهجومية، لاعب الجارد، إعطاء الكرة إلى حمزة محمد، إلى عبيدة سامي، حمزة من جديد، محاولات، حمزة إلى إبراهيم، حمزة من جديد، يورو ستيب، محاولات ضاعت الكرة. ثاني الفرص عند من ستستقر هذه الكرة، كرة قفز بإشارة من الحكم. وهناك أيضا صافرة لانتهاء زمن الهجمة. ما هو القرار التحكيمي؟ القرار تيرن اوفر للكرة المشتركة ما بين اللاعب مصطفى رائد وحمزة محمد. كرة لعمار وليد، اختفى هذا اللاعب لكن ممكن أن يعود في أي لحظة. عمار، مصطفى رائد إلى محمد حيدر، محمد أيضا لاعب نشط جدا من جديد. عمار وليد، درايف إلى مهيمن، أوبن شوت، مصطفى رائد 3 بوينت بتوقيع من اللاعب الشاب الحاضر في تشكيلة الكوتش عمر خليل. نفط الشمال يفرض التاي جيم في هذا الوقت. 3 نقاط أولى للاعب مصطفى رائد. تعادل حاليا. حمزة محمد من جديد، عبيدة سامي، نايس فيك، جامب شات، ضاعت الكرة لكنها تبقى بحيازة عمال نينوى. يقاتل إبراهيم أسفل السلة، ونقطتين ناجحة جدا لمصلحة فريق عمال نينوى. والنقطتين عمر محمد عبد الجبار يسجل بعد أسيست جميل جدا أسفل السلة. مباراة ولعت 33-31. هذه اللقطة الماضية أسيست من إبراهيم محمد، اعطاء الكرة إلى عمر ويسجل بنجاح. رمية إضافية
يسجلها أيضا. 3 نقاط كاملة لهذا اللاعب بالهجمة الماضية. دقيقتين و40 ثانية متبقية. كرة على الباك تو باك، ضاعت الكرة من جديد. تكملة محمد حيدر، فقدان الكرة، تيرن اوفر، انتقال الحيازة لمصلحة فريق عمال نينو. مباراة مثالية جدا في فترتها الثالثة، سكور قليل اكيد لا يليق بتسمية دوري المحترفين، لكن هي عودة بعد سباط طويل دام لسنة كاملة. نعود من جديد. حمزة محمد، التصويب على 3 بوينت اون فاير. عمر محمد، ثلاثية رائعة جدا على التارجت، تمركز ولا اروع بالكورنر. رؤية جيدة يمتلك هذا اللاعب. 6 نقاط كاملة في رصيده الشخصي. كرة من اجل الرد، التصويب ضاعت التصويبة على مصطفى آزاد. تتحول مهيمن علي، مهيمن درايف اند كيك. عمار وليد اون فاير هذا اللاعب، ضاعت ايضا. ريباوند رائع جدا ابراهيم. نقل الكرات، فاست بريك من جديد. نفط الشمال يؤمن الكرة عن طريق مصطفى آزاد الى عمار. سكوب لياب، ايزي باسكت، تقلص الفارق اكثر واكثر لمصلحة نفط الشمال. شاهد الفاست بريك. احمد جمعة يحصل على الخطأ. رميتين حرة لأحمد جمعة، حاول أن يربح البادي كونتاكت ويسجل بالخبرة، لكنها ما اكتملت يا أحمد. 37-33 عمال نينوى يفرض الكلمة إلى غاية الآن. دقيقة 21 ثانية متبقية. الرمية الأولى ضاعت عليك يا أحمد. شاهدت أيضا بالموسم السابق لعب رفقة فريق عكاد عينكاوة هناك في دوري الدرجة الأولى. رمية ثانية بنجاح. مهيمن علي بالهجوم بالأتاك إلى عمار وليد. مهيمن، محمد حيدر. نفط الشمال يلعب 5 اوت بالنسبة للأتاك. بالنسبة للهجوم آخر الثواني، ليث إلى عمار، كاتش اند شوت 3 بوينت. صاروخ بالتوجيه الليزري عن طريق اللاعب اللي يحمل الرقم 8 مصطفى رائد، أيضا اون فاير. 6 بوينت في رصيده الشخصي. كرة ومحاولة بالدرايف، يحصل على الخطأ. خطأ لمصلحة حمزة محمد، لكن قبل هذه الهجمة هناك ثلاثية رائعة جدا من مصطفى رائد. قلص الفارق إلى سلة واحدة. شاهد الروح الرياضية محمد حيدر وحمزة محمد. اللقطة السابقة كرة مشتركة، خطأ محمد حيدر. شاهد الطيران باللقطة الماضية أيضا. حمزة محمد حاول بالريفيرس. الرمية الأولى ضاعت. جدول مكتظ بالنسبة لمباريات اليوم. أيضا في نفس الوقت الحشد الشعبي مع دجلة الجامعة هناك في قاعة النادي الأرمني في بغداد. نعود لأجواء هذا اللقاء. كرة بالإنسايد، اون فاير أيضا. 2 بوينت يسجلها بنجاح بالإنسايد لاعب نادي عمان نينوى عمر محمد. روتيشن جيد من فواز فاضل. خلانا نشوف هذا اللاعب يتواجد بالتشكيل الخماسي. 40-36 حاليا أحبة المتابعين والمشاهدين. انقطاع للتيار الكهربائي. أكيد ما نتمنى نشوف هذه الصورة. نحن الآن في عام 2026، معاناة كبيرة. هذه الأمور دائما ما تحدث، خاصة في الموسم السابق في قاعة الشعب الدولية. أيضا نشاهد اليوم. نعود لنشاهد بعض اللقطات الهايلايت من مخرج اللقاء أحمد أياد.
إذا مثل ما تحدثت جدول مكتظ اليوم بالمباريات. أيضا في نفس هذه اللحظة هناك مباراة في قاعة نادي الهمونتمن، أيضا نادي الأرمني دجلة والحشد الشعبي في لقاء ناري. أيضا بعد هذا اللقاء هنا في كركوك في تمام الساعة 6 أيضا سابيس وزاخو، مباراة ستكون نارية جدا. بالختام أيضا في الساعة 8 الدفاع الجوي حامل اللقب يفتتح سلسلة اللقاءات أمام غازي الشمال. هذه بالنسبة للقاءات هذه المجموعة. أيضا بانتظار عودة هذا اللقاء، ثواني قليلة متبقية على انتهاء زمن الفترة الثالثة. مباراة أصبحت سريعة جدا في هذا الوقت، والأهم أنه تبقى المباراة كلوز جيم حتى نستمتع بها. شاهد هذه اللقطات هذا المبدع أيضا في تشكيلة عمال نينوى، اللاعب عمر محمد أعطى الإضافة والأفضلية للكوتش فواز فاضل. إذن أحبتي المتابعين والمشاهدين ننتظر عودة التيار الكهربائي من أجل استكمال أحداث هذا اللقاء. تحدثت أيضا في بداية هذا اللقاء عن كرة السلة في الموصل، جزءا أصيلا من تاريخ الرياضة العراقية، حيث بدأت ممارستها في مدارس المدينة في ثلاثينيات القرن الماضي. برزت الموصل أيضا كمنبع للنجوم، تحدثت عن طارق الياس ومحمد عربو. أيضا البدايات كانت من 1932 إلى عام 1958 انتشرت اللعبة في مدارس الموصل، وكانت واحدة من أكثر الرياضات شعبية، وشهدت هذه الفترة تأسيس ساحات وفرق سلوية متعددة. ويعتبر أيضا الستينيات والسبعينيات هي عصر النهضة بالنسبة لكرة السلة في الموصل. تأسست أندية رياضية بارزة مثل نادي الفتوة عام 1960، وأيضا توج نادي الموصل بلقب بطولة الجمهورية عام 1976 بفوزه على الديوانية بنتيجة 69 مقابل 66. أكيد كانت هذه المباراة بالنسبة لفريق الموصل بقيادة المدرب فائز حمودات. أيضا على مستوى السلة النسوية بالسبعينيات كان هناك نشاط مميز لكرة السلة النسائية خاصة في جامعة الموصل عام 1977. نجوم التاريخيون بالنسبة للموصل أسماء لامعة: غازي طالب، طارق الياس، محمد عربو، نبيل محمد عبد الله، عامر محمود عزيز، صباح جاسم، وخالد محمود عزيز. بالنسبة للتاريخ بالنسبة لمحافظة نينوى أيضا كادر تدريبي يقود عمان نينوى في هذا الموسم، مدرب المبدع الكوتش فواز فاضل، ومتواجد معه مساعد جديد أكيد هو قادم بقوة إن شاء الله في عالم التدريب، الكابتن محمد منيب. إذن حكام الحديث مع طاولة التحكيم ضبط الأوضاع بعد العودة 40-36، 14 ثانية متبقية، وهناك عودة لتقنية الIRS لمشاهدة حالة ماضية. مباراة في الكوارتر الأول وان سايد جيم لمصلحة نفط الشمال. بعد ذلك كان هناك عودة قوية جدا من عمال نينوى، تعاقدات جيدة لعمال نينوى في هذا الموسم. مصطفى عقيل من الأسماء البارزة، أيضا تحدث عن حسين زهير القادم من نادي الشرطة، أيضا حمزة وأحمد جمعة
لاعبين قادمين من محافظة بابل. محاولات من الكوتش فواز فاضل لإعادة الموصل إلى الواجهة السلوية العراقية. أيضا بالجهة المقابلة نادي نفط الشمال العودة لمصافي دوري المحترفين بعد إحراز لقب دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي. لكن نشاهد أيضا ستاف تدريبي جديد بتواجد المدرب الشاب عمر خليل. إذن ماذا هنالك بعد العودة لتقنية IRS؟ ما هو القرار؟ لمن ستكون حيازة الكرة؟ نفط الشمال آخر ثواني هذه الفترة. مهيمن علي، مهيمن كروس اوفر، نايس جود جاب، كيك دبل اوت. ليث جندي يورو ستيب، التسجيل بطريقة رائعة جدا. ليث جندي آخر الثواني، محاولات عمان نينوى والتصويب، ضاعت الكرة لتأتي الصافرة وتنهي أحداث هذه الفترة بتقدم فريق عمان نينوى بفارق النقطتين 40-38. عزيزي المتابع والمشاهد، مباراة كلوز جيم، مباراة قوية جدا. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين استراحة قصيرة ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. مرحبا بكم من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين، يا من تتابعون وتشاهدون قنوات شبكة الإعلام العراقي. مباريات الدوري العراقي للمحترفين على المحك، تقدم لمصلحة عمان نينوى، ممكن يجي باسكت لكن هناك خطأ لمصلحة ليث جندي، يبحث عن الخطأ المتعمد. كانت محاولة بالبلاك شات من مصطفى عقيل، كان قريب جدا أن يتحصل على فرصة الآن. ونشاهد الحديث بين حكام اللقاء على الحالة الماضية، هناك شك في وجود خطأ متعمد. أيضا هو ضرب البورد، ممكن أن تحتسب سكور. هو القرار التحكيمي، أعتقد القرار التحكيمي هو وان شات. ننتظر. نعم، إشارة الحكم رمية واحدة مثل ما تحدثت. أكيد ما نريد أن نسبق القرارات التحكيمية، لكني أعلق من وجهة نظري كلاعب سابق. كرة من جديد، محاولة 2 بوينت ضاعت. إبراهيم بالريباوند، إعطاء الكرة إلى أحمد جمعة اللي هدأ الفريق، يطلب منهم العبور. إعطاء الكرة إلى حمزة، البحث عن حلول هجومية. حمزة يحاول، كرة بالإنسايد، براشر ديفنس، صافرة ومخالفة المشي بالكرة حاضر. ترافلينج على حمزة محمد. 40-40 النتيجة، تاي جيم حاضر هنا في
قاعة كركوك. مهيمن علي، مهيمن اللاعب الصغير، اعطاء الكرة الى مصطفى رائد، الى ليث جندي، ليث الى عمار وليد. عمار 1 على 1، عندك الحلول يا عمار، اخر الثواني، محاولات. مهيمن ممكن على 3 بوينت، تصويبه ضاعت على نفط الشمال. تتحول ابراهيم الى احمد جمعه، احمد الى حمزه، محاوله ضاعت. ريباوند ليث جندي. مهيمن 2 على 1، 1 2 بلوك شوت رائع جدا، ولا اروع احمد جمعه بالخبره. بلوك رائع جدا من احمد، يحاول لا يسجل، لكن الحيازه تبقى لمصلحه احمد جمعه ونادي عمال النينو. شاهدنا هيلب دفاعي ولا اروع، مساعده دفاعيه من احمد جمعه واعتراض، ومن ثم الرن على الساحه الاماميه. اكيد هذا الشيء يستنزف لياقه بدنيه. حسين زهير، حسين يحاول 2 بوينت رائع جدا. موسوي يسجل بنجاح، يعود العمال للتقدم. عمار وليد، عمار، مصطفى رائد 3 بوينت ضاعت قصيرة، تبقى لمهيمن علي. اوبن شوت ممكن، ايضا ضاعت، استعجل بيها. حسين زهير فاست بريك 4 على 1، 1 2 ضاعت ال2 بوينت. ليث جندي يقاتل على الريباوند، ايضا مصطفى رائد. احمد جمعه محاولات، والخطا حاضر في هذه اللحظات. رميتين حره لمصلحه احمد جمعه. مباراه سريعه جدا، كلوز جيم، صعب التكهن بنتيجه هذا اللقاء. 7 دقائق 55 ثانيه متبقيه على انتهاء زمن هذا اللقاء. صراحه اللقاء ممتع جدا لكن هناك لمسات صغيرة يحتاجها الفريقين. ممكن أن تكون سيستم لعب، صراحة يعني هناك إفراط بالتصويبات الثلاثية، هذا الأمر شاهدناه ككوارتر أول وثاني. يجب أن يكون هناك هدوء في صناعة الهجمة. أحمد جمعة التصويبة الأولى بنجاح، حلوة يا أحمد. الرمية الثانية، أحمد جمعة، ضاعت الكرة. عمار وليد، محمد حيدر. نتحدث عن مثل هكذا كرات، يجب أن تلعب كرة السلة بطريقة أفضل من ذلك يا محمد حيدر. مهيمن علي، مهيمن يحاول. مصطفى رائد إلى عمار، شاهد الدبل تيم، محاولات، ضاعت الكرة. إبراهيم يلتقط الريباوند إلى أحمد جمعة. أحمد خطير ومثير هذا اللاعب، لكن أيضا تيرن اوفر. حسدناك يا أحمد جمعة، مع وجود خطأ ممكن أن نروح للآن سبورتمان لايك فاول. أعتقد هناك خطأ متعمد باللقطة الماضية، والإشارة واضحة من عمر خليل مدرب الفريق، يطالب بذلك. ضار القرار التحكيمي، الحكم احتسب الكرة بيرسونال فاول، خطأ طبيعي نورمال. كرة تعود، ليث الباور فورورد يصوب، ضاعت الكرة. محمد، ثاني الفرص إلى مهيمن، كروس اوفر ممكن، الدخول بالانسايد، ضاعت الكرة، ضاعت. حسين زهير، حسين يحاول، حسين زهير 2 بوينت بالاصرار والعزيمه. حسين زهير الموسوي يسجل، التقدم لمصلحه عمان نينوى بفارق 5 نقاط. كرة من اجل التعويض في هذه اللحظات لمصلحه نفط الشمال. محمد حيدر، عمار وليد يحاول يحصل على الخطأ، رميتين لمصلحه عمار. شاهد هذا اللاعب على خط الرميات الحرة. في اللقطة الماضية على الإعادة.
أولى الرميات بنجاح ويا عمار. ثانية بنجاح يسجل عمار وليد تقليص الفارق. أيضا هناك تبديل دخول اللاعب محمد موفق بالنسبة لتشكيلة فريق نفط الشمال. كرة لحمزة، حمزة محمد ممكن اعطاء الافضليه اكثر واكثر. شاهد ابراهيم 2 بوينت. الكات الاخير تمركز بشكل رائع جدا هذا اللاعب صراحه، اعطى الافضليه اكثر لفريق عمان نينوى اللي يربح معركه الانسايد حاليا. كرة لمحمد حيدر يحاول بلوك شوت ابراهيم، وابراهيم يقدم اداءات جيده لكن محمد حيدر ايضا بالاصرار يسجل. نفط الشمال تقليص الفارق 9 نقاط لمحمد حيدر على بعد نقطة واحدة من الدبل فيجرز. كرة لحسين زهير، حسين درايف على الباسكت، صافرة تحضر ووكينج فايوليشن، مخالفة المشي بالكرة مو بقيتها يا حسين. يندب حظ هذا اللاعب، تيرنوفر قد يكلف عمال نينوى الكثير. نعود من جديد. محمد حيدر كرة خرجت، تيرنوفر، انتقال الحيازة لمصلحة فريق عمان نينوى. هذه الكرة الماضية بالهجوم حاليا عمان نينوى. سرقة للكرة محمد موفق، دخول جيد، ايزي باسكت 2 بوينت. بس الفارق اكثر واكثر. حلو يا محمد بمجرد نزوله سوى ديفنس رائع جدا. اعطى الافضليه لفريقه بالفاست بريك. حلو يا محمد، كرة من اجل الرد. جمعه اون فاير بدون اي مشاكل. يعود احمد جمعه الى الواجهه السلويه بعد أن غاب لمواسم كثيرة عن الدوري الممتاز. يعود أحمد جمعة من خلال هذا اللقاء. كرة من أجل الرد، ليث جندي، ليث يحاول ستيل ناجح ممكن، فاست بريك، ايزي باسكت. أكرم بالإلقاء من هذا اللاعب لمصلحة أكرم، قريب أيضا من الدبل دبل. موسيقى سلوية يقدمها عمان نينوى في هذا اللقاء. اليد اليسار فينش ولا اروع. 52 46 مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات. عودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين، تكملة أحداث هذا اللقاء بعد انقضاء زمن الوقت المستقطع. محاولات من نفط الشمال من أجل تدارك الأمور، لكن ليس بهذه الطريقة يا محمد موفق. يعتذر أكيد من المدرب وزملائه. كادت أن تكون تيرنوفر يا محمد. 46 52. فواز فاضل مستمر بالتوجيهات. أكيد هناك خوف من نتيجة هذا اللقاء. محمد حيدر يتعرض لضغط دفاعي، لكن هناك خطأ لمصلحة هذا اللاعب الواضح أمامنا بالصورة.
كرة من الحد الجانبي. مصطفى فرهاد، مصطفى ممكن التصويب، ضاعت على 3 بوينت. تنتقل الحيازة لمصلحة عمال نينوى. شاهد الخبرة حمزة محمد، تهدئة الأوضاع حسين زهير. ضروري جدا بالنسبة لعمال نينوى الآن استغلال زمن الهجمة. كرة محاولة، أكرم التصويب، ضاعت. خطأ واضح في هذه اللحظات بارتكاب من إبراهيم محمد. لغاية الآن الحالة البدنية جيدة للفريقين. كوارتر رابع مثالي مباشرة. شاهد بعد الخطأ نذهب لرميتين، على اعتبار أن عمان نينوى ارتكب أكثر من 5 أخطاء بالفترة الواحدة. ليث جندي أعتقد راح يسجل واحدة من 2 على العموم. خبرة كبيرة لهذا اللاعب، الأولى بنجاح. أكيد هو متعود على أجواء هذه القاعة، يتمرن بها بشكل مكثف. بانتظار التنفيذ. ثاني الرميات. ليث، ضاعت الكرة مثل ما تحدثت، 1 من 2. كان غير مستقر بالتصويب بالرمية الثانية. كرة محاولة، أحمد جمعة، خطير جدا. أحمد إلى حمزة، يحاول نايس فيك لكنها لم تكتمل. أيضا هناك خطأ لمصلحة حمزة في هذه اللحظات. أذكر السادة المشاهدين أيضا بعد هذا اللقاء، لقاء مهم، زاخو وسابيس، موقع نارية. مباشرة بعد هذا اللقاء إن شاء الله أيضا سيتواجد التعليق على أحداث مباراة زاخو وسابس. أولى الرميات ضاعت عليك يا حمزة، يجب أن تركز. إهدار الرميات الحرة في هذا الوقت يا حمزة ممكن أن يدفعك الثمن كاش. نعم، يسجل الثانية. هجمة من أجل العودة بالنسبة لنفط الشمال. أكيد الكوتش عمر خليل لا يريد أن تصبح الأمور صعبة جدا. محاولات محمد موفق إلى محمد حيدر، من محمد إلى محمد، لكنها تستقر مع مصطفى فرهاد. مصطفى آخر الثواني، ممكن التصويب، لوك شوت رائع جدا. أكرم يقاتل، أكرم يحاول يورو ستيب، نايس اسيست، 2 بوينت. أحمد جمعة يسجل بنجاح ويتحصل على فرصة الأند 1. حلوة الروح اللي يلعب بها فريق عمان نينوى. فاست بريك مثالي. أكرم، الرؤية المثالية أيضا، الاسيست بشكل رائع جدا. شاهد موسيقى سلوية عمان نينوى. أحمد جمعة بالفينجر رول، بالخبرة، يسجل هذا اللاعب نقطتين سريعة جدا ويتحصل على فرصة الأند 1. رمية الإضافية ضاعت. محمد موفق بالفاست بريك، تهدئة الأوضاع، إعطاء الكرة لصانع الألعاب مصطفى عمار إلى فرهاد، إلى محمد، التصويب، ضاعت الكرة. شاهد إبراهيم، ريباوند دفاعي، إعطاء الكرة إلى حمزة، يهدئ الأوضاع. حمزة محمد، محاولات التصويب والتسجيل لكنها لم تكتمل. تتحول فاست بريك. مصطفى فرهاد يحاول 2 بوينت لكنها ضاعت بغرابة شديدة باستخدام الباك بورد. مصطفى فرهاد أضاع الكرة الماضية. أيضا أكرم، سجل وسكور تهديفي جيد يمتلكه هذا اللاعب في هذا اللقاء. كرة لليث جندي إلى عمار، التصويب على 3 بوينت، نجاح نوري لم تكتمل. شاهد أيضا عودة نجاح نوري إلى التشكيل الخماسي بالنسبة لفريق نفط الشمال. 55-47. محمد حيدر، كرة على اللو بوست، 1 على 1، كيك ذا بول اوت. محمد حيدر التصويب على 3 بوينت قصيرة ضاعت. ثاني الفرص، تأمين الريباوند الهجومي، ممكن عمار التصويب 3 بوينت. نفط الشمال يتمسك بنتيجة هذا اللقاء،
يقلص الفارق أكثر وأكثر، 5 نقاط الفارق الآن مع وجود 12 نقطة بالسجل التهديفي بالنسبة للاعب عمار وليد، اللاعب اللي يحمل الرقم 00 في تشكيلة نفط الشمال. كرة لأحمد جمعة، مفتاح الفوز لهذا الفريق هو عمال النينوى. نعم أحمد جمعة اون فاير، 12 نقطة أيضا في سجل هذا اللاعب من ثلاثيتين. 7 نقاط الفارق. عمار من أجل الرد لم تكتمل محاولات شهد القتال على الكرة الماضية، حاول حسين زهير لكن تبقى الحيازة لمصلحة فريق نفط الشمال. كرة من الحد الجانبي، مصطفى فرهاد، مصطفى إلى عمار، إلى نجاح، درايف على الباسكت، محاولات ضاعت الكرة، ضاعت لكن ثاني الفرص تبقى لحيازة نفط الشمال. شاهدنا اللاعب نجاح نوري بدرايف رائع جدا لكن اللاعب ما ختم الهجمة بالشكل المثالي. ضاعت الكرة على فريق نفط الشمال. 70 أو عفوا 57 النتيجة، فارق ال7 نقاط، دقيقة 23 ثانية. ممكن عودة نفط الشمال؟ نعم ممكن أن تكون العودة حاضرة، لكن يجب أن يدافع الفريق بشكل أفضل خاصة أسفل السلة. بعد دخول إبراهيم محمد عمال نينوى يقدم مستوى جيد. ليث ضاعت التصويبة. هذه الأمور البسيطة في عالم كرة السلة ممكن أن تخسرك مباراة. تيرنوفر، رمية حرة. شاهد أيضا 0 من 2. ليث جندي، حمزة محمد بالخبرة سيستغل زمن هذه الهجمة. حسين زهير، حسين يحاول، ضاعت الكرة، الفاست بريك. ليث جندي، محاولات، ضاعت التو بوينت، ضاعت على فريق نفط الشمال. ممكن التسجيل لكنها أيضا ضاعت. شاهد حسين زهير يلتقط الريباوند، محاولات تصحيح الأخطاء في هذه اللحظات. تبقى الحيازة مع عمان نينوى في هذه الهجمة. مصطفى فرهاد صانع ألعاب نفط الشمال، ممكن أن تعود يا مصطفى. تحدثت الفريق بحاجة أن يدافع بشكل أفضل. عمر، كوتش عمر أيضا مدرب الشاب. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين 57-50 مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع في هذه اللحظات. العودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين، مباراة على المحك هنا في قاعة كركوك. عمال نينوى يتقدم على نفط الشمال. شاهد خطأ هجومي، محاولات 2 بوينت. مصطفى فرهاد تقلص الفارق أكثر وأكثر في آخر ثواني هذه الفترة. مباراة نارية جدا. من جمعة تهدئة الأوضاع، نعم استغلال زمن الهجمة. مصطفى فرهاد 5 نقاط، مستوى جيد إلى غاية الآن، لكن أكيد عندك الكثير يا مصطفى. نعود من جديد آخر الثواني، خطأ لمصلحة حمزة محمد. ممكن أن نعتبر هذا الخطأ خطأ ذكي، محاولات لإيقاف الساعة، لكن حسب تصويبات حمزة محمد ممكن أن يسجل الرميتين
وتفشل هذه الخطة. خطأ من عمار وليد اللي ارتكب الخطأ، رفع ايده واعتذر من حكم اللقاء. كرة ومحاولة بالانسايد، ابراهيم 2 بوينت، قلب الفريق النابض سجل بنجاح. يحمل الرقم 24 هو رقم الراحل كوبي براينت. ويا ابراهيم محمد اخر الثواني، نينوى يقدم اداء جيد الى غاية الان. شاهد حمزة محمد بالهجوم، حمزة محاولات ستيل ناجح، اخر الثواني محاولات الفاست بريك، محاولات محمد يسجل بنجاح ايضا. تسويبه ناجحة، تسويبه ناجحة من محمد حيدر، لكن زمن هذا اللقاء بفوز كبير جدا لعمال نينوى. قد كرة هذه المجموعة 59-55، يا لها من عودة لكرة السلة الموصلية بقيادة الكوتش فواز فاضل. ألف مبروك لنادي عمال نينوى وهارد لك لنادي نفط الشمال. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين، استمتعت معكم بالتواجد والتعليق على أحداث هذا اللقاء. أكيد سأكون متواجد معكم أيضا في تمام الساعة 6 لقاء فريقي سابس وزاخو، أيضا مباريات هذه المجموعة على المحك. إلى هناك تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء. Showtaputha 3 colors, ay